مساء الفل على احلى صحاب في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين يا صحابي، وان شاء الله السنه الجديده تكون حلوه عليكم. وبيبدا ملخص فيلم النهارده بعيله غريبه جدا، كل واحد بيجهز شنطه السفر بتاعته علشان مستعجلين هيسافروا. وبيظهر الطفل كيفن المشكله ده، وبيروح لامه وبيقول لها ان عمي مش راضي يخلينا اتفرج على الفيلم معاه، وكمان واخد ريموت التلفزيون لوحده. فبتقول له اسمع كلام عمك ويلا روح حضر شنطه السفر بتاعتك علشان ما نتاخرش. فبيروح لعيال عمه وبيقول لهم انا مش بعرف احضر الشنطه. فبيقولوا له انت دايما فاشل كده ومش بتعرف تعمل حاجه لوحدك، استنى امك لما تيجي تحضر لك الشنطه. اتعصب وقال لهم انتوا عيله غريبه قوي، انا لما اكبر هتجوز وهعيش لوحدي، انا عايز اعيش لوحدي. وبيظهر عجوز بيشيل التلج، فابن عمه بيقول له انت عارف العجوز ده مين؟ ده العجوز مارلي، ده قتل عيلته كلها بالجاروف واسمه سفاح الجاروف، ومستخبي من الشرطه هنا ومش عارفين يقبضوا عليه. وبيظهر ضابط شرطه في البيت محدش معبره، كل ما يسال حد يسيبه ويمشي لغايه ما حد عبره ورد عليه. فالظابط بيقول لهم انا هنا علشان نعرف البيوت اللي هتسافر في رأس السنه علشان نأمنها، لانه بتحصل سرقه كتير هنا. فبيرد عليه وبيقولوا له احنا هنسافر بكره الصبح ان شاء الله بدري على الساعه 8 كده. فبيقول لهم ما تقلقوش بيتكم في ايد امينه. وكانوا بيتعشوا وطالبين بيتزا، وكيفن كان بيحب البيتزا من غير جبنه، لكن ابن عمه اكلها وبيبتدى يغيظه. فكيفن اتعصب جدا وابتدى يضربه، وحصلت فوضى وقع البيبسي على جوازات السفر، وكلهم طبعا اتضايقوا منه. وامه وابوه عاجبوه خلوه يطلع ينام في الدور اللي فوق لوحده. وبيقول لامه كل العيله بتكرهني يا امي. فقالت له خلاص يا حبيبي ابقى اروح اتمنى عيله جديده. فقال لها لا انا مش عايز عيله جديده اصلا، انا عايز اعيش لوحدي. فردت عليه وقالت له نام دلوقتي، مش عايزه اشوف وشك تاني النهارده. فرد عليها وقال لها انا مش عايز اشوف حد تاني منكم خالص. وطلع ينام واتمنى ان هم يختفوا من حياته اصلا. وبتحصل عاصفه وبتقطع الكهرباء وكل المنبهات بتفصل، وبيصحوا على صوت خبيط سواق العربيه اللي هيوصلهم المطار. وبيقوموا بسرعه جدا علشان يرتبوا شنطهم وبيراجعوا على كل حاجه وجوازات السفر والشنط، وبيقولوا مستحيل نلحق الطياره دي هتطير بعد ساعه الا ربع. فبيقول له خليك متفائل كده هنلحقها ان شاء الله. وعامل الصيانه بيقول لهم انه تم حل مشكله الكهرباء، ولكن مشكله التليفون هتدخل كمان اسبوع مثلا. وبيجروا بسرعه للمطار علشان يلحقوا الطياره، وبيوصلوا على اخر لحظه وبيطلعوا الطياره والطياره بتطير. اما ست الكل بتقول لجوزها اتمنى ما نكونش نسينا حاجه. وبيصحى كيفن وبيلاقي البيت كله فاضي، وبيفضل يدور على امه وابوه مش بيلاقيهم. فبيفتكر ان اللي خلاهم يختفوا لما اتمنى كده قبل ما ينام ان هو يفضل عايش لوحده. وبيبتدي يرقص ويغني وياكل الحلويات ويشغل التلفزيون وابتدى يتفرج براحته. وامه وهي في الطياره بتصرخ فجاه وبتفتكر انها نسيت الطفل كيفن، وبيحاولوا يهدوها. والمضيفه بتقول لها هنحاول نتصل بالبيت، وبيلاقوا طبعا تليفونات البيت كلها معطله. وبيظهر الضابط تاني لكنه اتضح انه حرامي، وبيقول لصاحبه ان في هنا 5 بيوت سافروا النهارده وهم اللي اكدوا لي كده بنفسهم، وشكلنا هنعمل مصلحه كبيره قوي يا صاحبي وهنسرق كل البيوت دي بسهوله قوي. يلا بينا نبدا باكبر بيت، وده هيكون في حاجات غاليه قوي وحلوه جدا تشبرقنا. وبيحاولوا يكسروا الباب، ولكن كيفن حس بيهم وابتدى يشغل كل الانوار. فابتدوا يهربوا بسرعه، والحرامي قال لصاحبه كان المفروض يسافروا النهارده، خلاص نيجي لهم بكره يكونوا سافروا. وبيطلع كيفن بره وبيقول لهم يلا تعالوا انا مش خايف منكم اصلا. وبيظهر قدامه راجل المجرفه، فبيخاف وبيبتدي يصوت ويطلع يجري بسرعه وبيدخل البيت تاني. وبتتصل امه بالشرطه من باريس وبتقول لهم ان ابني لوحده في البيت، وبيقول لها خلاص هنبعت له ضابط البيت. وبيوصل الضابط للبيت وبيخبط، ولكن كيفن كان خايف جدا وما فتحش الباب. فالضابط بلغهم ان مفيش حد اصلا في البيت وكل حاجه تمام. وبيحاول ابوه يلاقي طياره عوده، لكن كل الاماكن محجوزه. وامه بتقعد في المطار في الانتظار علشان يظهر اماكن فاضيه. وبيظهر ان الصين بيسرقوا باقي البيوت، وبيسمعوا رساله مسجله في التليفون. ابو كيفن بيتكلم بيقول انه وصل باريس واول لما تسمع الرساله كلمني. فبيضحك الحرامي هو وصاحبه يقول له انت عندك حق، اصحاب البيت الكبير اصلا سافروا وهنسرق النهارده بيتهم. وخلصوا سرقه البيت اللي هم فيه وابتدوا يمشوا بالعربيه. وهم ماشيين بالعربيه كانوا هيدوسوا على كيفن ووقفوا على اخر لحظه. وكيفن عرف الحرامي من السنه الذهب وطلع يجري منهم وراح البيت بسرعه، وقال لنفسه هكون مستعد لما يرجعوا المره اللي جايه. وراح البيت وبقى يحرك تماثيل زي الاشخاص كده وهم بيرقصوا. فبيمشوا الحراميه وبيقولوا نيجي بكره يكونوا سافروا ان شاء الله. وبيكون كيفن مبسوط ان ضحك عليهم المره دي برضه. وبيطلع كيفن صوره عيلته وبيقول لهم ارجعوا انتوا بس وانا مش هعمل مشاكل خالص. وبيروح طبعا السوبر ماركت وبيعمل شويه شوبينج كده. وبيجي الحرامي بيقول لصاحبه البيت شكله هادي دلوقتي، ما نروح نشوف ايه الدنيا. فبيروح كيفن يعمل خطه تمام، يشغل فيلم واحد بيقتل ويعمل شويه العاب ناريه كده. فالحرامي بيخاف وبيهرب، وبيقول لصاحبه ان في 2 حراميه سبقونا وسرقوا البيت الكبير ده وفي حد اتقتل. قال له يبقى خلاص لازم نستنى ونشوف مين الحراميه دول اللي وصلوا قبلنا. وبتكون امه بتتخانق في المطار عشان مش لاقيه تذاكر. وبتظهر فرقه
موسيقيه وبيقول لها احنا مأجرين اتوبيس ورايحين شيكاغو، تعالي معانا ناخدك في طريقنا. وبيظهر الحراميه كده بيشوفوا كيفن في البيت لوحده علشان يستفردوا بيه، وكيفن بيسمعهم انهم بيقولوا هنسرق البيت النهارده الساعه 9 بالليل. وبيروح لبابا نويل وبيقول له انا عارف انك مش الحقيقي، بس كمان عارف انك شغال معاه، معلش ممكن تقول له السنه دي ان كيفن مش عايز اي هدايا، هو عايز بس ترجع له امه وابوه وعيلته، ويرجع عمه فرانك لو فاضي بس. فبيقول له حاضر هبلغه وبيسيبه ويمشي. وبيبص طبعا كيفن على الجيران وهم بيحتفلوا مع عيلتهم، وبيروح يصلي وبيلاقي الراجل العجوز بيتكلم معاه وبيقول له ما تخافش مني، ولما تشوفني ابقى سلم عليا، مش كل اللي بيتقال عليا بيبقى حقيقي. وبيقول له اللي هناك دي كمان بتكون بنت ابني، وباجي اشوفها هنا من بعيد، اتخانقت مع ابني زمان وقلت له مش عايزه اشوفك تاني، وهو كمان قال لي كده ان انا مش عايزه اشوفك يا بابا تاني، ومن ساعتها ما بنشوفش بعض. فكيفن بيقول له ايه رايك تكلمه وتعيد عليه. فالراجل العجوز ده قال له اخاف ما يردش عليا. فكيفن بيقول له معلش انا اسف يا عمو، انت راجل كبير ازاي بتخاف؟ انا كنت بخاف انزل مكان الغسيل تحت لوحدي، لكن لما ولعت النور لقيت الدنيا تمام وما بقتش خاف، وان الامور طبيعيه ومش بتخوف، وانت كمان لازم تحاول وتكلم ابنك. وبيطلع يجري بسرعه علشان بيفتكر الساعه 9 والحراميه هيجوا، وبيطلع خطه المعركه وبيقول ده بيتي ولازم ادافع عنه. وبيبتدي يجهز كل حاجه ولسه هيبدا ياكل، والساعه بترن 9 والحراميه بيوصلوا وبيبتدوا يخبطوا على الباب، والحرامي بيقول له افتح لي انا بابا نويل والمساعد بتاعه. فبيطلع كيفن البندقيه وبيضربهم وبيقول له انا هروح من الباب الامامي. وبيكون طبعا كيفن حاطط بريل على السلم وبيزحلقه، وصاحبه التاني بيدخل من الباب الخلفي وبتقع المكوى فوق دماغه، وبيكون عامل فيهم شويه مقالب، مره يولع في حد ومره يكهربهم وهكذا لحد ما التليفون اشتغل. وراح اتصل بالشرطه وقال لهم ان في حراميه عايزين يسرقوا البيت، وبيهرب منهم لبيت الشجره وبيطلع بالحبل، وبيطلعوا الحراميه ورا كيفن على الحبل، وبيقطع كيفن الحبل وبيخلي الحراميه يخبطوا في الحيطه وبيكسر عظمهم، وبيجري منهم وهم بيجروا وراه، وبيبتدي يمسكوه ويعلقوه على اعلى مسمار في البيت لغايه ما بيوصل الراجل العجوز وبيضربهم بالمجرفه، وبينقذوا منهم وبيوصل البوليس وبيقبض عليهم، وبيعرف انهم اللي سرقوا كل البيوت اللي في الشارع. وامه بتوصل تاني يوم وبتقول له انا اسفه يا حبيبي، وبتاخده في حضنها، وبعدها على طول بيوصل ابوه واخواته وكل العيله، وبيبص من الشباك بيلاقي الراجل العجوز وهو بيصالح ابنه وبياخد حفيدته في حضنه وبيشاور له وبيضحك. وبكده يكون يا صحابي خلص فيلم النهارده، اشوفكم على خير في ملخص الفيلم المره اللي جايه.